السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كالعادة. ديروا لنا الاشتراك واللايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وواحد التعليق بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا. فيديو اليوم غادي نتكلموا على واحد الفاكهة اللي كيتكلم عليها الكبير والصغير، خاصة في هذا الأسبوع. تكلموا عليها يعني في الإعلام المغربي وأيضا في الإعلام الأجنبي. هذه الفاكهة هي تعتبر فاكهة الأغنياء، يعني الفقير أو الإنسان اللي عنده واحد الدخل متوسط فيمكن ليه يقتنيها مرة، ولكن هذه الفاكهة هي يعني غالية الثمن. والشيء اللي خلى الإعلام المغربي والعربي كيتكلم عليها هو المفاجأة اللي غادي نشرحوها للإخوة والأخوات اللي مشتركين عندنا في القناة، واللي أول مرة غيشاهدوا القناة يدعمونا، وهذا هو شيء جميل بالنسبة للقناة. على بركة الله نبدأ. فاكهة اللي غنتكلموا عليها اليوم فاكهة الأفوكا. أي واحد كيسمع اسم ديال هاد الفاكهة يتبادر إلى الذهن ديالو بأنها غالية الثمن جدا، كي ياخذوها المغاربة ولا العرب، خاصة في شهر رمضان اللي كيكون الصيام. كيكون يعني كيستعملوا هاد الفاكهة كعصير، ولكن هيهات لأن الثمن ديالها غالي جدا، فالإنسان المغربي البسيط ميمكنش ليه يشريها. هاد الفاكهة نعطيكم واحد الفكرة عليها. هي واحد الشجرة كتاخذ الكثير من المياه، وظهرت أول مرة في المكسيك، وبعد ذلك يعني أصبحت تزرع في جميع دول العالم. هذه الشجرة اللي تكلم عليها الكثير من الناس، عندها فوائد كبيرة على جسم الإنسان، أنها يعني تقي الإنسان من السرطان. بالنسبة للمرأة الحامل عندها واحد الدور كبير في نمو الجنين. عندها مزايا كثيرة في النمو ديال الإنسان والحماية ديالو من العديد من الأمراض. هاد الأيام كما قلت في الأول عرف ثمن هذه الفاكهة واحد نزول كبير، يعني بالمعنى المغربي الدارجة، طاح الثمن ديالها إلى أقصى ثمن. الثمن هو 7 دراهم إلى 10 دراهم، يعني هذا الثمن اللي أصبح يروج له عند الباعة في الأسواق المغربية أصاب الناس يعني بالصدمة، أو ربما كاين البعض اللي سمع الثمن ما صدقش، ولكن هذه هي الحقيقة. أنا شخصيا يعني كنت مار من الطريق، وكان واحد البائع ديال الأفوكا وديال الموز كيغوت الأفوكا 10 دراهم، ما تيقتهاش، لأني كنعرف الثمن الحقيقي ديالها بين 40 درهم للكيلو و 35 درهم، يعني هذا هو الثمن. والسبب اللي تكلم عليه الإعلام كيفاش طاحت هذه الفاكهة إلى هذا المستوى القياسي بهذا الثمن ديال 7 دراهم و 10 دراهم. كما كنعرفوا فهذه الشجرة كتستهلك العديد من المياه، وفي الوقت اللي كتزرعها يعني كتاخذ واحد من 3 سنوات إلى 6 سنوات عاد كتبدا تعطي الثمار ديالها القوية. كاين بعض الإخوة اللي تكلموا على أن هذه الفاكهة يسيطر عليها اللوبي الإسرائيلي في المغرب. كاين بعض الأراضي اللي شركات إسرائيلية اللي تهتم بزراعة هذه الفاكهة، ولكن إسرائيل دارت اتفاقية مع المغرب منذ 2021، يعني ما زالت هذه الفاكهة لم تنتج بعد، يعني فقط نحيدوا من راسنا إسرائيل وهذه الفاكهة. بالنسبة للمزارعين والناس اللي مهتمين بهذه الفاكهة، كاين الناس اللي عندهم يعني الكثير من الأراضي الزراعية اللي كتهتم بهذه الفاكهة. الشيء اللي خلى هذه
أصحاب هاد المزارع أنهم يبيعوا هذه الفاكهة في أسرع وقت وبأثمان زهيدة جدا، وصلت إلى 7 دراهم و10 دراهم. السبب الحقيقي وراء سقوط هذا الثمن من 40 درهم إلى 7 دراهم أو 10 دراهم، وهو هذا الرياح وهذا البرد القارس اللي كان في المغرب الأسبوع الماضي، هو اللي خلى هذا الثمن يطيح. كيفاش؟ كنعرفوا بأن هذه الفاكهة كتبقى في الشجر، بهذا الرياح هذه الفاكهة سقطت من الشجرة إلى الأرض وأصبحت عرضة للتلف. الشيء اللي خلى الفلاح يتدارك الموقف ويبيعها في السوق المغربية ولو بثمن رمزي فقط باش ما يخسرش، وباش اللهم كما كنقولوا اللهم العمش ولا العمى. هذا الفلاح هو متضرر كثيرا، ولكن اللهم يبيعها بواحد الثمن اللي قليل ويعوض الخسائر ولا تخسر ليه كلها وما غاديش يدخل فيها حتى درهم واحد. هذه واحد من الأمور الجيدة اللي قام بها هذا الفلاح باش يغطي على هذه الخسارة اللي ربما كانت تكون فادحة، ولكن تداركه الموقف والبيع ديالو لهذه الفاكهة الافوكا بهذا الثمن هو شيء ربما يمكن لنا نقول بأنه إيجابي أو تغطية على هذه الخسارة بواحد النسبة ولو قليلة جدا. كما عرفنا فهذه الفاكهة كنشوفوها في الأسواق المغربية طيلة السنة، ولكن فقط كي ياخذوها الناس اللي مثلا عندهم الفلوس، ماشي نقولوا أغنياء ولكن عندهم الفلوس، وهي كتخاد ماشي يوميا، في بعض الأوقات ماشي شي فاكهة اللي ضروري أنها تكون في البيت، على غرار الموز أو التفاح أو الليمون. هذه فواكه اللي كتكون موجودة دائما في البيوت كي ياخذها الفقير ولا المتوسط ولا الغني. ولكن الأفوكا عندها واحد كما نقول واحد العنفوان، واحد القيمة رمزية كيجيبوها من كتكون الحفلات، كتكون العائلات. هذه الأشياء كيعرفها الجميع بأنها فاكهة يمكن لنا نقولوا لها، يمكن نعطيوها واحد الدقة في الوصف ديالها بأنها عندها واحد القيمة وواحد المرتبة يمكن نضعها في أعلى المراتب. وبالمقارنة مع هذه الفاكهة والخضر اللي عرفت ارتفاع مهول، فالمواطن المغربي الفقير بدأ يتساءل أن هذه الفاكهة أصبحت أرخص من الطماطم والبطاطس والبصل، من الخضر الضرورية اللي دائما ضروري أنها تكون في المطبخ المغربي. هذه الفاكهة أصبحت بين القيل والقال، ولكن هذا الثمن اللي تباع به حاليا في الأسواق، فهناك بعض الناس اللي اشتراوا هذه الفاكهة ولقوها فاسدة أو تعرضت للتلف جراء هذا البرد وهذه الأمطار. أيضا الإنسان أو المشتري لهذه الفاكهة أصبح متضررا رغم أنه أدى واحد الواجب رمزي أو ثمن ديال هذه الفاكهة، ولكن في الأخير هذا الإنسان هو الخاسر رغم أنه اشترى بواحد ثمن رمزي. فيمكن القول أن هذا الإنسان دائما يقع في العديد من ربما يمكن لنا نسموها ضحك على الدقون، بمعنى آخر أن هذا الفلاح اللي باع هذه الفاكهة بثمن رمزي أو ثمن فيه الخسارة الكبيرة، ولكنه رابح كما نقولوا، والخاسر الأكبر هو المواطن المغربي اللي كيشري هذه الفاكهة بهذا الثمن ومع ذلك يجدها فاسدة أو تعرضت للتلف. وبالتالي
فيمكن القول أو تطبيق واحد المثل اللي تيقول رب ضارة نافعة. يعني الإنسان أو المواطن المغربي البسيط كيقول هاد الأمطار اللي جات يعني خسرات هاد الفاكهة، وبالتالي تباعت لنا بواحد الثمن اللي في المتناول ديالنا، ولكن يمكن لنا نتكلموا بواحد الصياغة أخرى. فرغم أن هاد الأمطار وهاد الرياح جات بما لا يشتهيه هاد الفلاح، يعني كانت واحد الخسارة اللي ربما متوسطة في هاد الفاكهة، والشيء اللي خلى هاد المواطن أنه يشريها بواحد الثمن اللي هو في المتناول ديالو 7 دراهم و 10 دراهم، يمكن أي واحد يشريها. ولكن كاين بعض أو نسبة كبيرة من الناس اللي شروا هاد الفاكهة لقاوها خاسرة. يعني ميمكنش هاد الفلاح أنه يبيع لك هاد الفاكهة بهذا الثمن إلا وأنها يعني متلفة. يعني هذا الشيء اللي حنحاولوا نوصلوه إلى المستهلك أو المواطن المغربي، اللي كاين في بعض المرات أنه كيفرح بخسارة الآخر. يعني كيقول هو الفلاح خسرت لي هذه السلعة، باع لنا ب7 دراهم ولا 8 دراهم، ولكن ما كيعرفش بأن هذه الفاكهة كون ما كانتش خاسرة بواحد النسبة ديال تقريبا واحد 40%، راه ما يمكنش يبيع لك بهذاك الثمن. كون كانت يعني ما زالت صالحة ما غاديش يبيعها لك، غادي يبيعها للمقاهي اللي كيستعملوها. وهذا الشيء كيمشي دائما في صالح الفلاح، لأنه كيعرف شنو كيدير. يعني ما يمكنش هاد صاحب مزرعة كيهتم بهاد الفاكهة وغادي يبيعها لك انت بهذا الثمن وهو عارف بأنه خاسر 100%. لا يمكن. في الفلاح راه ذكي وكيعرف شنو كيدير، وميمكنش يدير شي حاجة اللي غتضره هو وغتفرحك نتايا. هذا فقط للتوضيح. وأقول في آخر هذا الفيديو اللايك والاشتراك، وأيضا وضعوا واحد التعليق وبارطاجوا هذا الفيديو في جميع منصات التواصل الاجتماعي. واللي كنتمناوه يعني من الله هو أن الأثمنة ديال جميع الخضر والفواكه في المملكة المغربية فهي مرتفعة جدا، إضافة إلى المواد الأخرى كالزيت بأنواعه. فنقول من هذا المنبر بأن هذه الأثمنة فهي يعني كدير واحد الضغط كبير على كل إنسان مغربي، لأن هذه الأثمنة ميمكنش تبقى مستقرة في هذا الغلاء اللي وصلت إليه الآن.